السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل بقى ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتحطوا كده اللايك، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. هعمل حاجة في ناس طلبتها مني، ازاي بعمل السمنة. انا عملتها قبل كده على القناة، بس برضو في ناس طلبتها زي سلمى حبيبتي، فطبعا لازم على طول طلباتها اوامر لازم اعملها لها على طول. النهاردة هنعمل مع بعض السمنة من وش اللبن. انا بحوش وش اللبن بتاع الشهر بقى، بتاع 3 اسابيع حسب ما يعمل معايا. بفضل كل يوم كده اغلي اللبن واسيبه يبرد خالص، تسيبيه يبرد خالص تمام، وتحطيه في التلاجة. وتاني يوم تاخدي القشطة منه وتحطيها في علبة وفي الفريزر لحد ما العلبة بتاعتك تتملى وتبدأي تعمليها. انا كنت لما العلبه دي اتملت ما كنتش فاضيه ان انا اعمل، فطلعت علبه تانية كده زي ما انتوا شايفين، حطيت فيها بتاعت قشطه حوالي يعني ايه بتاعت 3 4 كيلو لبن كده. قلت لا كده بقى كفايه قوي، لازم ايه اعملها. خلاص، ده كان في الفريزر، ما بسيبهوش يفك قوي عشان ما ياخدش معاكي وقت طويل في الضرب. حاولي ان انتي ما تخلوهوش يفك جامد، تمام. بس برضو على فكرة احيانا انا دايما ما بسيبوش يفك، واحيانا بياخد وقت معايا في الضرب. فعموما يعني بياخد وقت ما بياخدش وقت، هو الموضوع سهل كده وبسيط. وفي الاخر بنعمل سمنة ضامنينها بتكون فعلا سمنة فلاحي، طعمها حلو جدا جدا، زي اللي بنجيبها، يعني مش زي اللي بنجيبها من بره، لا هي احلى من اللي احنا بنشتريها. تمام. زي ما قلت لكم، اهم حاجه عشان تطلعي كميه قشطه كويسه من على اللبن، اغلي اللبن بتاعك من بالليل وسيبيه يبرد وحطيه في التلاجة. والصبح بقى قبل ما تستخدمي اللبن بتاعك شيلي القشطه كده من فوق الوش وفي علبه واحتفظي بيها في الفريزر لحد بقى ما تعملي كميه كده حلوه. تمام. وبعد كده تبدأي تعملي الكمية دي تقريبا من 22 كيلو لبن ل 23، يعني ممكن ايه 3 اسابيع. هو انا كل يوم بجيب ايه فرنج كيلو، بستعمل كيلو لبن يعني كل يوم. تمام. لبن بقى الولاد، نسكافيه، شاي بلبن، قهوة، الحاجات دي كلها. تمام. وبشيل القشطة بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده وبخزنها. وبعد كده بقى بنعمل ايه؟ هنحطها في بولة وهي لسه ساقعة، ونرش عليها ملح. عايزة تربي بالمعلقة ربي، هتعرفي تربي بإيدك ربي. عندك عجان مش هيتعب ايدك نهائي، حطيه في العجان وسيبيه يتضرب مع نفسه كده. هيفصل مع نفسه، يعني من غير ما تمسكي ايه زي المضرب كده. عندك مضرب بالهاند بلندر بأي حاجة هيفصل معاكي. تمام. انا قبل ما يكونش عندي مضرب كنت بعمله من المعلقة، وكنت بعمل وش اللبن السمنة من الوش اللبن عادي. تمام. هو بس بياخد معاكي وقت مثلا ايه، ضرب من نص ساعة، تقعدي تضربيه نص ساعة. والله احيانا كان بيتضرب معايا في 10 دقايق. السر ايه لحد دلوقتي معرفش، مع اني برضو انا عمري ما ضربته غير وهو ساقع. يعني في ناس بتقولي لما يبقى ساقع يتضرب معاكي بسهولة، بس انا والله دايما بضربه. شايفين بقى القوام بتاعه بقى عامل ازاي؟ دايما بضربه وهو ساقع يعني. ممكن بقى نسبة المية اللي فيه، نسبة المية وانا باخد القشطة مثلا، لان احنا بنعمل ايه كده، احنا هنا بنفصل السيرش وبنعمل زبدة. فاهمين قصدي ايه؟ هيبقى في الاخر في سيرش كده بتاع اللبن، وفوق هيبقى في زبدة كده مرملة، هنكورها كده هتشوفوها في الاخر يعني. فضلت بقى ايه ارب فيه كده زي ما انتم شايفين لحد ما فعلا هيفصل وهيعمل. بصوا بعد يعني تاني خطوة زي ما انتم شايفين كده بيبقى زي الكريم شانتيه. شايفين شكله عامل ازاي؟ قريب من الكريم شانتيه شوية. تمام. وبرضه هفضل ايه اضرب. انا هو مش راضيه افصل الكاميرا معاكم، انا بس مسرعه الفيديو عشان ايه تبقوا معايا خطوه بخطوه. كل خطوه اللبن بيوصل له تعرفوا بيوصل بيبقى ايه، وبعد كده بيبقى ايه وكده شكله يعني. بصوا بقى، شايفين منظره بقى عامل ازاي؟ هنا هو بدأ خلاص هينزل الميه، بقول لكم اللي هو خلاص هيبدأ ينزل الميه بتاعته. طبعا زي ما قلت لكم عادي جدا ممكن تعملوه بأي طريقة. ممكن تربوه بإيديكم، ممكن تربوه بمعلقة، ممكن تربيه بمضرب يدوي، بعجان يعني. ولو عندك عجان بقى يا حبذا، انت اساسا هتشغلي العجان وتركنيه، يعني مش هتقفي كده ايه تعملي.
اللي عندها عجان بجد يعني جيبوا اللبن اللي هو اللي بنغليه على النار، بلاش اللبن جهينة او لمار او بخير والالبنجي، لأ، جيبي اللبن اللي احنا بنغليه، هتستفادي بلبن بيكون طبعا افيد من هو في مواد حافظة وكده، بس جيبي طبعا من السوبر ماركت انت ضامناه. وكمان هتستفادي ان انت ما تشتريش سمنة. انا فعلا مش بشتري سمنة، والله انا السمنة دي بتكفيني، السمنة اللي بستخدمها من اللبن بتاعي بتاع الشهر، هو السمنة بتاعته بتكفيني، القشطة بتاعته بتكفيني، بعمل منه سمنة مع طبعا زيت نوع حلو كريستال او ذرة قصدي او عباد شمس، وبطبخ بيه اكلي بيبقى طعمه حلو جدا، لان مفهوش اي بقى ولا سمنه جنه ولا سمنه روابي ولا الكلام ده، لا ده هي بتكون من وش اللبن كده. شايفين بقى الميه؟ شايفين بدأت تفصل الميه ازاي؟ هضرب فيها برضو عشان ايه؟ الميه تفصل خالص، ما يبقاش فيها ميه خالص، زي ما انتم ايه شايفين كده. بحتفظ بقى في التلاجة بعد ما بسيحها، وبتبقى السمنة بتاعتي مع الزيت. ممكن بقى ايه في رمضان مثلا عشان الكنافة وكده احتاج اشتري سمنة، لكن اللي هو استعمالي اليومي الطبيعي اللي مثلا مش هنعمل كنافة، مش هنعمل حاجات تستهلك سمنة ياما، آه هي السمنة دي بتكفيني جدا جدا الحمد لله. العلبة اللي بعملها بتكفيني مع الزيت، وما بشتريش سمنة نهائي يعني. بصوا بقى كور زبدة اهي زي ما انتم شايفين، بصوا المية فصلت بقت تحت، ومن فوق كده بقت ايه في الزبدة. ممكن على فكرة تخليها زبدة كده وتستعمليها عادي، بس انا بحبها سمنة يعني ما بحبهاش زبدة، بس زبدة طبعا هتكون اخف وكده، بس انا بقى عشان اطبخ بيها ما تتحرقش مني، انتوا عارفين الزبدة بتتحرق في الاكل وكده. بصوا بقى الحبة اللي فاضلين ان انا مش عارفة المهم، صفتهم كده ايه في مصفى عشان اعرف، طبعا حرام كان كل ده يترمى يعني. دول بقى كانوا ايه فرافيت كده في السيرش مش عارفه المهم، رحت صفتهم ايه بالمصفى. ممكن من البدايه تعملي كده على فكره. بس كده كده كنا عملنا الزبده بتاعتنا اللي ريحتها فظيعه ومش مغشوشه، طبعا انت عاملاها بايدك من وش اللبن. هنحطها بقى على النار. بصوا بقى في نقطة عايزة اقولها لكم كده على السريع، احنا كنا ممكن اساسا من قبل ما نربها نحطها على النار كده، بس كانت هتاخد مننا وقت طويل جدا. انما كده بقى الوقت هيقل معانا، يعني كنت ممكن تحطوها زي ما هي كده، بس كانت هتاخد على النار وقت طويل. انما كده بقى ما شاء الله مش هتاخد مننا وقت، 10 دقايق بالظبط وهتلاقيها بقت سمنة والمرتة بقت تحت. انما بقى لو كنا سبناها وحطيناها كده وش لبن على طول وحطيناها على النار، حطينا عليها حبة ملح، كانت هتاخد معانا بال6 7 ساعات على النار عشان تبخر المية اللي فيها وتبقى سمنة. بصوا بقى بقت عاملة ازاي، شايفين؟ استنى هوريكم بعد المرحلة الجاية برضو هتبقى عاملة ازاي. يعني هنا تقريبا بعد 5 دقايق. الخطوة بقى الأخيرة كده كانت بعد ربع ساعة، المرتة بقت تحت زي ما هتشوفوا دلوقتي، والسمنة بقت فوق زي ما انتم شايفين. وكده بقى خلاص هطفي عليها واسيبها تبرد، وهحطها في علبة واشيلها في التلاجة. كده يا رب اكون قدرت افيدكم ووصلت لكم كل معلومة ازاي نعمل السمنة من وش اللبن في البيت. لو الفيديو عجبكم فضلا وليس امرا تحطوا لي لايك وتسيبوا لي كومنت حلو زيكم، واقول لكم مع السلامة.